حبايبي واخواتي عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبالف صحه وسعاده يا رب. فيديو جديد النهارده على اليوتيوب. معاكم خالد كمال، برنامج كرة اون تايم على اليوتيوب. يا ريت كل اللي بيشاهد الفيديو ده يتابعوا للاخر لانها في احداث مهمه حصلت. في سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا، او ما يخص نادي الزمالك واللي بيحصل داخل نادي الزمالك بعد التعادل بنتيجه 0-0 أمام المريخ السوداني في ليبيا، وموقف مجموعة الزمالك، واللي حصل بعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد، واللي انتهت بفوز الترجي 1-0 عن طريق حمدي الهوني بهدف من تسديدة قوية جدا على شمال الحارس شباب بلوزداد. والنهارده هزيمة النادي الأهلي المفاجأة أمام الهلال السوداني، وتأزم موقف الأهلي بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني، إن عنده الماتش الجاي صن داونز في القاهرة على استاد السلام. فتابعوا فيديو كويس النهارده، هتستمتعوا بالفيديو النهارده. يا ريت تكملوا للآخر وتدعموني وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك. انتهاء مباراة الترجي وشباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 للترجي، اللي النهارده المجموعة اتشقلبت رأسا على عقب، لأن الترجي فاز على شباب بلوزداد في الجزائر بهدف حمدي الهوني. آه، أنا بقى بوجه رسالة للاعيبة نادي الزمالك والنادي الزمالك عموما. أنا كواحد من جمهور نادي الزمالك، النهارده الترجي فريق عادي جدا. والله العظيم الترجي النهارده، انا شفت الماتش كله. الترجي النهارده فرقه ما مش زي الترجي بتاعت زمان، مش زي الترجي المرعبه بتاعت زمان. النهارده الترجي بيدافع قدام شباب بلوزداد، بيلعب على الهجمات المرتده، قدر يخطف جول من هجمه مرتده بتسديده قويه جدا على شمال حارس قندوسي، حارس شباب بلوزداد. آه، رساله للاعيبه نادي الزمالك: خليكوا رجاله، العبوا لعبكم، موتوا نفسكم في الملعب. في تونس هتكسبوا، والله العظيم هتكسبوا، مش بعيده، مش بعيده تكسبوا الترجي هناك. الترجي هناك قوي بجمهوره، الترجي هناك قوي بجمهوره. جمهور الترجي جمهور مرعب. جمهور الترجي هو العامل الاساسي والاول في فوز الترجي بالماتشات بتاعته. جمهور الترجي بيمثل 60% من قوه الفريق. الترجي النهارده انا شفت اي نعم كسب الشباب بلوزداد في الجزائر، بس فريق عادي جدا، ما يعني ما عندوش لعيبه خطيرين جدا غير حمدي الهوني وبن رمضان. بس هم دول الاثنين اللي هم ان انت ممكن تعمل لهم حساب، اللي دفاع الزمالك يعمل لهم حساب. فرساله للاعيبه نادي الزمالك: خليكوا رجاله، خليكوا رجاله، هتقدروا تكسبوا هناك، هتقدروا تكسبوا هناك. تمام، وتفرحوا جمهوركم اللي بصراحه يعني الجمهور الله يكون في عونه. فخليكم رجاله، هتكسبوا الماتش هناك. فريرا ينزل تشكيل كويس، يلعب لعبه اللي احنا نعرفه عن فريرا. تمام، هتقدروا تعملوا نتيجه ايجابيه هناك، والله تقدروا تعملوا نتيجه ايجابيه مع الترجي هناك. انا شفت الماتش كله، الترجي ثلاث ارباع الماتش 75% من الماتش بيدافع، ما عندوش حلول مهاريه كتير. هو بس عندهم التنظيم الدفاعي كويس، ما خلوش شباب بلوزداد قدر ان هو يخترق دفاعات الترجي. فانتوا هناك تقدروا تعملوا ماتش حلو، تقدروا تخطفوا هناك الثلاث نقط وتمشوا. فالنهارده شباب بلوزداد بقى عندها ثلاث نقط بعد هزيمه النهارده. الترجي عنده ست نقط، والمريخ عنده نقطه، والزمالك عنده نقطه. الزمالك لو قدر يكسب الترجي هناك هيبقى عنده اربع نقط، والترجي سته، هيفضل زي ما هو سته في اول المجموعه. هنروح لماتش شباب بلوزداد والمريخ اللي هيتلعب في ليبيا. لو المريخ اتعادل مع شباب بلوزداد هناك، هيبقى شباب بلوزداد اربع نقط،
والمريخ نقطتين. يعني هيبقى الترجي في الصداره، الترجي هيبقى في الصداره برصيد 6 نقط. الزمالك لو قدر يكسب الترجي هيبقى 4 نقط. شباب بلوزداد لو كسبت المريخ هتبقى 4، والمريخ هيفضل زيه 2. طيب المرحله الجايه هيبقى ايه؟ الزمالك هيلاعب الترجي هنا في القاهره، هيلاعب الترجي هنا في القاهره. انت لو قدرت تكسب الترجي هنا كان عندك 4 نقط. جيت هنا لعبت الترجي وقدرت ان انت تكسبه برضه، ما انت لا بديل، الزمالك لا بديل عنه عن الفوز. ما فيش حاجه اسمها فكره تعادل. يعني فكره التعادل دي مش موجوده. يعني مش بقول لكم بقى الهزيمه، التعادل مش موجوده. فان انت تكسب الترجي هناك تبقى معاك 4 بونت، تيجي هنا القاهره تكسب الترجي، يبقى عندك كام؟ 7 بونت. يبقى عندك 7 بونت، والترجي هيفضل 6، وشباب بلوزداد هيروح له المريخ في الجزائر. لو شباب بلوزداد كسب المريخ هناك هيبقى 7 بونت برضه جزائر. فانت الزمالك لا بديل ليه عن الفوز. الزمالك لا بديل له عن الفوز، والزمالك يقدر يعملها. الزمالك لو رجع لعب بشخصيته، بشخصيه الزمالك اللي راحت هيبتها كتير في افريقيا، هيكسب. الزمالك لو قدر يرجع شخصيته في الملعب هيكسب. طيب، ده كانت تصورات المجموعات، مجموعه الزمالك في دوري ابطال افريقيا. نخش بقى على الاحداث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك. ومرتضى منصور اللي آه يعني اقولها لكم ازاي، اللي جاله تعليمات ان هو ما يظهرش تاني بفيديوهاته اللي بتسبب ازمات لنادي الزمالك. واللي كان لازم مرتضى منصور يعني حد يحطه في حجمه، حد يحطه في حجمه. ان انت خلاص كده، انت كده بوظت الكره المصريه. انت كده خليت الاهلاويه والزملكاويه يحصل تعصب، اللي هو مش تعصب كروي، لا ده تعصب ان دلوقتي بقت الناس ما بين الاهلاوي والزملكاوي اكنه ده اعداء. لا احنا مش اعداء، لا احنا مش اعداء. انت وصلت الناس ان هم يكرهوا بعض. بقت دلوقتي الصفحات الاهلاويه والصفحات الزملكاويه، بقى الاهلي النهارده يخسر، الجماهير الزمالك مش تحفل عليه، لا ده قله ادب، قله ادب. يعني ما وصلش ان هي تحفيل وسخريه، لا ده قله ادب وشتايم فانت وصلت الناس، ووصلت جماهير الاهلي وجماهير الزمالك لتعصب ما كانش موجود عندنا، لتعصب ما كانش موجود. فمرتضى منصور في الايام الجايه هيبقى خارج نادي الزمالك. مرتضى منصور هيبقى النهارده خارج نادي الزمالك. انت ان انت تطلع كرئيس لنادي الزمالك، تطلع ت... تسخر من هزيمه الاهلي النهارده امام الهلال السوداني. طب انت سبت ايه للجماهير؟ طيب انت سبت ايه للجماهير؟ طب الجمهور بيهزر مع بعضه، انا صاحبي اخويا صاحبه، الاهلي خسر فبيحفل عليه بطريقه بهزار، بضحك. الزمالك خسر، الاهلاوي يحفل عليه بهزار وبضحك. انت خليت ايه للناس العاديه؟ انت مش راجل مسؤول. اللي انت بتعمله ده، انت راجل مش مسؤول. وعاجلا ام اجلا انت هتبقى خارج نادي الزمالك، وهيجي نادي الزمالك واحد محترم، رمز محترم، هو اللي يدير نادي الزمالك، هو اللي يبقى على رأس الإدارة في نادي الزمالك. العقود اللي عمالة تتسرب للعيبة اللي احنا ضدها، ان عقد زي مصطفى شلبي ياخد المبالغ دي ليه؟ ليه؟ هو ميسي؟ والله العظيم ده لو ميسي موجود في مصر مش هياخد المبلغ ده. اللي هو لو من يعني من المستحيلات. وحته نفسها تسريب العقود دي، ما تسريب العقد ده لا اما اتسرب من الاتحاد المصري، لا اما اتسرب من نادي الزمالك، لا اما اتسرب من منطقه الجيزه، لا اما اتسرب من اللاعب.
فاللاعب مش هيسرب عقده. فمفيش غير ثلاثه: منطقه الجيزه او اتحاد الكوره او نادي الزمالك. ايه الكوارث اللي فيها النادي دي؟ ايه الكوارث اللي كل يوم ننام نصحى نلاقي كارثه جديده؟ فنادي الزمالك، وانا هرجع اقولها وافضل اقولها في كل فيديوهات، نادي الزمالك مش هينصلح حاله غير لو مرتضى منصور بقى خارج نادي الزمالك، بكل ادب وبكل احترام، يبقى خارج نادي الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي والزمالك يفرحونا يوم السبت بفوز الاهلي على صن داونز وفوز الزمالك على الترجي. احنا في الاول وفي الاخر فرقتين مصريين بنتنافس. لعبنا بعض برضك بنتنافس في الملعب، انا حقي ازعل لو فريقي خسر وانت حقك تزعل لو فريقك خسر. فنتمنى التوفيق للاهلي والزمالك ان شاء الله، واشكركم جدا ان انتوا تابعتوا الفيديو للاخر. واللي عجبه الفيديو يدوس لايك واشتركوا، اعملوا سبسكرايب للقناه واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وانا كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. سلام عليكم.